السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في القناة. اليوم ان شاء الله فيديو جديد على القناة. غادي نصايبوا فيه الريب ديال المحلابات، كيجي عاقد ولذيذ بيطرو ديال الحليب. ان شاء الله غادي نصايبوا 8 ديال القريعات او ديال الكويسات. كيجي ساهل وبسيط. تابعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. خليكم مع الفيديو حتى الاخر. بسم الله على بركة الله. عندنا يطرو ديال الحليب، ساشي ديال الفانيليا، جوج مرصوات ديال السكر، دانون عاقد. غادي نجيب واحد الكاسرونه اللي غادي ندير فيها الحليب. هنا غادي نحيد واحد الكاس اللي غادي نخلط به الخلطه اللي غادي نخمروا بها دانون. والماء باقي غادي نزيدو على الحليب. غادي نحتفظ بالحليب اللي خليت، وغادي ندير السكر، وغادي نحتفظ بالساشي ديال الفانيليا، وندي الحليب باش يفيض. ضروري البنات خصو يفيض الحليب، ونرجع باش نصايب معكم الخلطه اللي غادي نصايبو. درت الحليب في الكاسرونه وغادي نزيد عليه الفانيليا. هاد الفانيليا البنات كتعطينا الذوق زوين وكتصحح لينا الذوق ديال الفانيليا. غادي ندير دانون. ضروري البنات ديروا دانون عاقد باش تنجح لكم الوصفه. ديروا داكشي اللي شفتو في الفيديو. هاد المعلقه ما غاديش تحرك ليا مزيان. غادي ناخذ الطراب اليدوي، هو اللي غادي نحرك به مزيان فحال هكا باش داك دانون يتفك ويتحل لينا مع الحليب. خاصو يبقى بحال هكا البنات، يولي بحال الشكل ديال اللبن. غادي نخليوه على جنب ونشوفوا الحليب. غادي نحرك داك السكر اللي في الحليب باش يذوب، ونخليو الحليب حتى يفيض مزيان. هانتوما البنات حتى يفيض الحليب مزيان. صافي من بعد ما فاض لينا الحليب غادي نحيدوه ونديوه يرتاح حتى يرتاح شويه من السخونيه. وغادي نخلطو معاه الخلطه ديالو اللي درنا. ما يبقاش سخون بزاف البنات الحليب، عفوا. صافي غادي نخلطوه مزيان 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 حتى ينسجم لينا الحليب مع دانون والفانيليا. ونحاولوا ما نبقاوش نخلطوا فيه بزاف باش ما يبردش لينا الحليب، يفقد ديك الحراره ديالو. وغادي نجيبوا القريعات. انا هنايا عندي القريعات ديال دانون، وانتم لكم الاختيار، بغيتو ديروه في كويسات ولا في جبيبنات اللي بغيتو. غادي نعمر هاد القريعات كاملين. جاوني حساب واحد في اطرو ديال الحليب. غادي نجيب واحد الاناء اللي قابل للصهد والسخونيه، وحتى القريعات حتى هما راه قابلين للسخونيه. اختاروا شي كيسان البنات يكونوا قابلين للسخونيه، يكونوا غلاظ، الدجاج ديالهم غليظ باش ما يتفرقعوش ليكم. وغادي نجيبوا الماء طايب، غادي نعمروا الماء طايب النص في القريعات.
وغادي نغطيو عليهم بالزربه باش يبقى داك البخار ديال الماء هو اللي غادي يخمر لينا هاد الدانون. ونسدو عليهم هكا بواحد الزيف ديال القطن رطب ونحكمو عليهم الغطا مزيان. هنا غادي نجيب واحد الموينطه دوك الصغيورين ديال الوليدات الصغار، الا كانوا عندكم احتفظوا بهم لهاد المسائل وهاد الحويجات هكا كنحتاجوهم. وغادي ندفيه مزيان وغادي نخليه ان شاء الله حتى الصباح ليله كامله. بعد ما صبح الحال وبات ليله كامله الرايب ديالنا في الماء، غادي نحلو عليه نشوفوه كيف داير. وللامانه انا ما شفتوش، غادي نشوفو معاكم داكشي اللي كان، غادي نشوفوه كاملين. غادي نشوفوا القريعات ديالنا ناجح تبارك الله، جا زوين وعاقد. وغادي ندوز باش غادي نقدمه معاكم. غادي نجيب واحد البلاطو وغادي نبدا نحط فيه الكويسات. المنظر ديالهم يا سلام. هذا الرايب زوين البنات، اعتمدوه ان شاء الله في رمضان. شي حاجه مصايبها بيدك ومطمئنه عارفه اشنو دايره فيها، تعطيها لوليداتك والمالين الدار ديالك وانت مطمئنه. هانتوما البنات 8 ديال الكويسات بيطرو ديال الحليب ناجح والوصفه ناجحه 100% وكيجي روعه. انتم البنات انا غادي نهز لكم الكويسات كاملين. وصفه غزاله ورائعه وسهله وبسيطه، ما فيهاش شي حاجه اللي معقده لا في الخدمه ديالها ولا في المقادير ديالها. هانتوما البنات هنا غادي نوريكم القوام ديالو، عاقد احسن من دانون بكتير ولا الرايب. وهذا هو الفيديو ديالنا ديال الرايب. نتمنى ان شاء الله يعجبكم ودعموني بلايك واشتراك باش يوصلكم كل جديد. بسلام عليكم البنات وبالصحه والراحه.